السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وسلامة. يا رب كل سنة وانتم طيبين. انا كده داخلة هاخدكم جولة على البلكونة هنضفها. يعني بصوا هي صعبة قوي. انا بصراحة كنت هنضفها من قيمة كام يوم كده، بس من اسبوع كده، بس رجعت قلت ايه بقى، طبعا ترويقة العيد والكلام ده كله، طلعت هدوم قديمة وكلام من ده، وعندي شوية عيش وحاجات هنخش مع بعضنا دلوقتي. المهم هتشوفوا كل حاجة وانا بروق. تعالوا بقى كده شوفوا معايا صوت بصوتي كده. انا اسجل لكم بصوتي كده عشان في عيال بتلعب كوره وحاجات في الشارع، قعدوا يخبطوا بالكوره، فانا مش عايزه اوش في الفيديو، فمش هتسمعوني وانا بتكلم. غير كمان ان التليفون حبيبه بنتي بتصور وبعيد عني، فصوتي جاي واطي. اطفي التليفون ده يا حبيبي، فاهمني؟ بس انا كده بعبي العيش ده انا اديه لاختي، هي بتربي بط وفراخ، فانا كده هدولها اليوم. والبقجتين دول مليانين هدوم بقى بتاعتي انا واحمد وحبيبه وعيشه. هدوم صغرت على عيشه، وهدوم صغرت على حبيبه، وهدوم صغرت على احمد، وهدوم انا عليا انا ادمت. فعبيتهم في البقجتين دولت، قلت اشوف حد ايه ياخدهم. بس انا كده الم العيش ده اهو في قلب الشنطه دي. اللهم صل على النبي. بس عايزاكم بس يعني فضلا وليس امرا ان انتوا بس تدعموني. اعملوا لي لايك، اعملوا لي متابعه، عشان لما انزل فيديو ولا حاجه يوصل لكم اشعار ان انا نزلت فيديو جديد. شجعوني بالله عليكم يا جماعه. بجد ان انا محتاجه دعمكم ليا بالتشجيع وكده. اعملوا لايك واعملوا لي اكسبلور وكده، فعلوا الجرس. عشان انا بجد يعني يعني مش قادره اقول لكم بترفعوا من روحي المعنويه قد ايه. ده البنطلون ده قديم، انا بنفض بيه في الاخر. شوفي عيال اهي بتلعب في الشارع، عاملين يلعبوا كوره وعاملين دوشه جنب دي كده. البقك دي بقى هطلعها قدام باب الشقه، في واحده جاي يعني حد جاي ياخدها. دي بقى مشايات قديمه، بصراحة مستخسرة ارميهم، يعني انا مش عايزة ارميهم. مشايات السجادة اللي فوق دي عايزة اقصقصها زي مشايات كده، احطها في البلكونة، احطها في المطبخ. بس اغسلهم الاول. انا نفضتهم كده وحطيتهم فوق على السور. هلم المشابك. انا في الوقت ده بقى عندي والدتي تعبانة، تعبت. ده كان قبل العيد، كنت ناوية، انا قلت ايه، اروق البلكونة وانفضها وامسحها وكلام من ده. وكنت ناويه اعمل لكم روتين جامد قوي في الشقه في العيد، بس جت والدتي تعبت، بما انكم عندها عضله القلب تعبانه خالص وقلبها تعبان. فطبعا انا ما قدرتش ان انا جت تتصل، جالي تليفون تعالي عشان اختي اللي رنت عليا، تعالي عشان امك تعبانه قوي. طبعا انا عندي اخت ست كبيره برضو وجده، وعندها السكر، فمش قادره ان هي تجاهد مع امي. فبصراحه رحت انا قلت لها خلاص روحي انتي وانا هقعد معاها. طبعا الروتين اللي كنت ناويه اعمله لكم، حبيبه روقت هي بقى وصبنت، ربنا يديها الصحه ويستر عرضها هي وكل الولايه يا رب. طبعا هي روقت، وهي اللي مسحت، وهي عملت الروتين هي، بس ما صورتهوش، ما صورتش الشقه. طبعا انا كنت عملت البلكونه، قلت اعملها الاول لان فيها كراكيب وحاجات عايزه اطلعها. ودول بقى ضرفتين ازاز قدام، بس ما فيهمش ازاز، يعني ضرفتين بتوع شباك اللي بيتحط فيهم الازاز دول. الشنطه الشنطه اللي هي لونها نبيتي دي كانت بتاعت مدرسه حبايبي صغيره عن كده. الشنطه السوداء دي في قلبها حاجات كنت بعمل بيها زينه رمضان، كنت بعمل فوانيس على ايديا بمسدس الشمع وبتاع، كان شكله تحفه. كنت بعمله بالفوم اللي هو المليان برونز ده. حوض ستانلس بصراحة مش عايزة افرط فيه، حوض ستانلس تقيل جدا.
مش عايزه افرط فيه، كان حد مديهولي يعني. اما لو اقول له يعني يمكن في يوم من الايام يبقى ليا شقه ملك ولا حاجه، فبدل ما اشتري عامله زي اللي لقى زرار بيشتري له قميص. فبقول يمكن في يوم من الايام يبقى ليا شقه ولا حاجه. بس الشوال اللي في الارض ده بقى فيه بصل، ودي كانت آية قرآنية أنا كنت حطاها على الحيطة، اللي هي بتتحط على الحيطة ويتبيض فوقها تقوم تديك آية قرآنية مطبوعة على الحيطة. لما دهنت الصالة طبعا كان قبل ما افتح القناة دهيت، ده خرطوم غاز. قبل ما افتح القناة دهيت انا كنت بيضت الصالة زي ما قلت لكم قبل كده في فيديو، بيضت الصالة والطرقة والمطبخ. طبعا كنت جايبة ديت عملت بيها آية قرآنية في الصالة. نشيل البطاطين بقى عشان التنفيض والكلام ده كله ما يبهدلهمش. انا كده البوك طلعتها قدام الباب، البصل حطيته في الاوضه لغايه ما امسح البلكونه وانفضها، والحاجات دي شلتها عشان هتتغسل. أنا بقول لكم بقى انا ايه ناويه، كنت ناويه اعمل لكم روتين جامد، بس جت والدتي تعبت ورحت قعدت معاها والله. يعني جيت لعيالي اول يوم العيد قعدت معاهم شويه ومشيت، وحبيبه ربنا يديها الصحه يا رب. عملت هي الاكل وكده وجات لي عند ستها. بس البلكونه بعد ما تتعمل هتبقى جميله. الستاره مداريه، كل ما اطلعها لبره تخش لجوه. بص بص الهوا. كان نفسي اجيب كتاكيت واربيها في البلكونه، بس حبيبه قعدت تقول لي يا ماما يبهدلوا الدنيا يا ماما مش عارفه إيه يا ماما. بس انا نفسي بصراحه، انا ربيت قبل كده شويه كتاكيت، بس بصراحه ما كنتش ما احسنتش في تربيتهم بصراحه، ما عرفتش اربيهم. آه، بس المره دي بقى عايزه اجيب كتاكيت بصراحه من اللي هي البيضه دي، بيقولوا بتكبر بسرعه. عايزه اجيب منها لو 20 كتكوت او 10 حتى واجرب فيهم. بيقولوا لي كتاكيت لما تجيبيها من مزرعه او حاجه، وتكون مطعمه او محقونه حاجه زي كده، ما تموتش منك، بتبقى كويسه يعني مناعتها حلوه. فنفسي بقى اجيب انا بقى ايه واعمل كده. نفسي اجيب 10 كده اجرب بختي معاها. كده حبيبه اتنقلت البلكونه الناحيه التانية عشان اكنس. انا والله المره دي كنت سبتها بقى، قلت ايه اعمل لكم عليها روتين وانضفها وانفضها كده. تراب من التوم، انا شلت التوم بقى، كان فيه توم نضفته وشلت منه العيدان بتاعته بعد ما نشفت وحطيته في التربو. البصل بقى بصراحة بسبب ان الحاجة بتغلى، الواحد ما بقاش يضمن الايه الاسعار. الحاجة بتبقى بسعر النهاردة وتاني يوم بتبقى. كان قبل رمضان رحت جبت التوم، البصل قصدي، كان الكيلو بكام؟
كان الكيلو عامل 16 جنيه. كان الكيلو عامل قبلها بشوية، قبل ما اجيبه بشوية كان عامل حاجة و20 جنيه. طبعا انا جيت لقيته بقى ب16 جنيه. رحت جايبه لي شوية حلوين، ورحت مخليهم فين بتاع 7-8 كيلو، 7-8 اكتر من 7-8 كيلو. رحت جايبه شوية، فضلوا عندي بقى ايه لغاية رمضان ما خلص. لقيتهم بقى في السوق رافع بقى بحاجة و20. قلت الحمد لله ان انا جايبه شوية. جه بقى لما لقيت لك بقى السعر ب10 جنيه. اصحابي بقى حبايبي قعدوا يقولوا لي ايه، هاتيلك شويه، هاتيلك شويه، روح هاتيلك شويه يا ام حبيب، يا ام احمد هاتيلك شويه. رحت جبت شويه بقى بصراحه، رحت مخليهم ايه اللي انتوا كنتوا شايفينه في الشوال الاحمر ده. كده بقى انا كنست البلكونه همسحها بقى. البلكونه دي بالليل بتبقى جميله وهوا وجميله. احنا شقتنا مش بحري بصراحه، بس اي بلكونه ان شاء الله لو مش بحري بيبقى سبحان الله بيبقى فيها هوا عن الشقه. لو دخلتوا قعدتوا جواها هتلاقوا فيها هوا عن الشقه. انا كده حاطه في الميه دي كلور، اريال وكرول. اللي في الارض اللي هناك دي بوهية. طبعا انا ما عنديش فتحة في البلكونة تنزل المية على الشارع، وما عنديش، مش هينفع ان انا اطلع المية على الأوضة ومن الأوضة على الطرقة ومن الطرقة على الحمام عشان اعوم البلكونة مية. مفيش قدامي غير الشرشوبة، فاضطريت ان انا امسح البلكونة بالشرشوبة. الارض بتاعة السيراميك ساعتها كانت سخنة نار، سخنة نار. الارض بتاعة السيراميك كانت سخنة نار. هو الفيديو ده انا بصراحة منزله لكم متأخر شوية، كان المفروض نزلت لكم الفيديو من بدري. بس انا والله يعني قاعدة مع والدتي مش في المكان اللي انا فيه اصلا. حتى والله كنت سايبة حبيبة واخواتها في الشقة، وانا اللي كنت بروح لها. حبيبة قعدت تقول لي لا يا ماما، طب روحي انتي خلي بالك من ستي وانا ايه اعمل الشقة عشان العيد وكده. قلت لها خلاص يا خليك انتي وانا هروح. رحت قعدت بقى مع والدتي الفترة اللي كانت يعني ايه في فترة العيد. هي بقى عيدوا اول يوم في البيت هي واخوها، وراحوا جايين لي عند ستهم. يا دوب والله انا جيت من عندها بعد العيد باسبوع ولا ب10 ايام. انها كانت تعبانة قوي. الحمد لله بقت زي الفل، زي الفل جميلة. احب البلكونة قوي بعد ما انضفها كده وامسحها، احب ابقى قاعدة في قلبها قوي، تبقى جميلة. كده ده ده بقى انا مستحرمة ان انا احطه في الارض بعد ما مسحته ونضفت البلكونة. اربطه كده في السور، اربطه في السور. الشنطة اللي متعلقة ديت كنت بحط فيها المشابك. لقيت حبيبة توقع المشابك في الشارع، قلت لها ما تحطهاليش فيها تاني.
الارض بقى طبعا لسه ما نشفتش، فانا مش عايزه ايه، مش عايزه ابهدلها بقى، لان طبعا البصل والثوم مهما نضفتيهم تحسي ان ممكن ينزلوا تراب، ينزلوا حاجه في الارض. انا كده هكنس الحته دي ليه؟ هي الارض كده نشفت. انا حاولت ادق مسمار في الحيطه اعلق فيه شوال البصل، راحت الحيطه فتت التراب في الارض، والمسمار مرضيش يخش في الحيطه ابدا. فطبعا رحت كانسه مكان ما انا ايه، ما حاولت ادق. بس مش عايزين عمال كل ما اسندهم يقعوا. الله. بصي الحوض ده الاستانلس ده في قلبيه ايه بقى؟ الماسوره اللي فوق دي بتاعت غاز، اللي هي بتبقى محطوطه في السخان، متوصله للمدخنه بتاعت الغاز، بتاعت البتاع اللي بتبقى في الحمام، اللي هي الفتحه اللي بيبقوا عاملينها كده الناس بتوع الغاز دول. وتحتيها في ريسيفر، والشنطه اللي فوق دي في قلبيها حاجات تخص الزينه بتاعت رمضان. الصاجين دول انا بحتاجهم في رمضان، بعمل فيهم كحكة او حاجة في الفرن. دي مش حطاهم في المطبخ لان المطبخ بدلق فيه مية كتير وبمسح فيه كتير، فمش عايزاهم يصدوا. السجان ديت بتصدي من كتر المية. حتى لو تلاحظوا على السجان بتاعت الفران ما بيغسلوهاش، بيمسحوها. ليه؟ لانها بتصد، لانها صاج. فانا حطيتهم في البلكونه. الشنطه اللي هناك دي بقى شنطه العيش، جاي ابن اختي ياخدها. بس اما بقى الهدوم بقى والحاجه وكله كله انا حطيته فين؟ حطيته قدام الباب، لان حاجه. والخشب اللي كان في البلكونه كله رميته كله. كنت ناويه بقى بصراحه الخشب ده ان انا اعمل له اللهم صل على النبي. الخشب ده ان انا اعمل منه عشه كتاكيت وكده. بس بقى كل ما اقول اعمل ما اعملش، رحت رميها كده. انا هعمل لكم زوم بقى هنا على عيشه وهي بتلعب مع العيال الصغيرين في الجنينه. انا بقى بالليل هنا بنزل اقعد في الجنينه هنا، بقعد اقعد في الجنينه هناك هنا يا حبايبي. بيبقى الجو بالليل تحفه بجد، بيبقى الجو هنا جميل. واحب انزل بالليل وعند صاحبتي هنا ام عمر في خرطوم باخده منها، اختي وحبيبتي ام عمر، انا كلمتكم عليها قبل كده مرتين. اخد منها الخرطوم وبصور. قصدي بتلخبط. ب- برش وتلاقي الهواء بقى جميل وريحة الشجر، بيبقى الجو جميل قوي. هبقى اخدكم في مره اعمل لكم تحت كده اصور مره واحنا مع بعض وننزل نفطر في الجنينه. هاجي في مره ان شاء الله باذن الله اصور واحنا اعمل فطار وننزل نفطر في الجنينه باذن الله. بصوا دول اصحاب عيشه بنتي بيلعبوا مع عيشه اهم. دول اللي بيلعبوا جوه الجنينه، دول اصحاب عيشه بنتي. يجوا يخبطوا عليا، يا طنط يا طنط عايزين عيشه، خلي عيشه تنزل تقعد تلعب معانا. اقول لهم خلاص ماشي. ودلوقتي بقى خلصنا البلكونه، ويا رب يكون الفيديو عجبكم وما يكونش طويل عليكم. وانا حاولت ان انا ما اطولش الفيديو على قد ما اقدر. وباي باي، وما تنسونيش باللايك، وربنا يخليكم ليا. باي.